لو ناوية تفطري تقيل النهارده في حملك، ايه تأثيره عليك؟ المنظر ده بنشوفه كتير في تحضير الفطار في رمضان. السفرة بتاعتكم هتتملى بما لذ وطاب وكمية بتكفي عيلة كبيرة كاملة، لأن الأمهات كلها مقتنعة إن بطنك لازم تتملي بعد الصيام الطويل عشان تقدري تكملي اليوم. طبعا ده بيحصل يوميا، وبعد كام يوم بتلاقي الجسم تقيل بعد الفطار الدسم والتقيل ده، فبدأت تبان المشاكل على جهازك الهضمي. في الفيديو ده في كلام مهم جدا عن تأثير الفطار التقيل لكل أم وزوجة حامل. أول حاجة، الفطار التقيل ما يخش معدتك بيسبب لها الصدمه. تخيلي كده المعده قاعده مرتاحه لمده 13 ل 15 ساعه، وفجاه كده الاقي شرب اكل حلويات، كل ده في لحظه واحده. طب ده ينفع؟ فهنا حاليا الهضم بتاعك بيقل ومش قادر يستوعب ايه اللي حصل، ومن هنا بيجي التقل واحساس بالخمول والكسل اللي انت حاساه. تاني حاجه هتحس بيها هي الحموضه والارتجاع. كم واحد فينا بعد الاكل الدسم حس باحساس بتاع في المعده والحموضه؟ تقريبا ده كلنا، مش كده؟ اما تالت حاجه، الانتفاخ والغازات. ده نتيجة اللي انت تقلتي في الدهون بتاعة الأكل والزيوت. طبعا ده بيبطل الهضم بتاعك بشكل ملحوظ اللي أصلا بطيء مع الحمل، خصوصا لو اتاكلت بسرعه فما اديتش مساحه للجسم ان هو يبدا يتعامل معاها. حصل لك هبوط بعد الاكل مباشره، وده طبعا عشان اكلك فيه دهون وسكريات كتير، فده طبعا رفع السكر في دمك اللي بدوره سبب ارتفاع الانسولين عشان يبدا يسيطر على السكر اللي مرتفع في دمك. فمع نزوله بسرعه مع هبوط السكر مره واحده بتحسي بهبوط ودوخه، ده طبعا هيدخلك في احساس بالجوع المستمر، هتقومي تاكلي تاني. ودي بعض الامثله اللي بتحصل ما بعد الاكل التقيل. زي ما كنا متعودين، انا قلت لك المشاكل، حاليا هقول لك الحلول. هاتي الورقه والقلم بتوعك وابداي سجلي معايا. هتفطري ايه؟ الخطوه اللي بعدها خشي على حاجات خفيفه، شويه شوربه، شويه سلطه. يا سلام بقى لو قمنا نصلي المغرب ونرجع بعدها نكمل اكلنا. تجنبي اي طبق فيه دهون وزيوت عشان جهازك الهضمي يشتغل على مهله وما نضغطش عليه. ركزي في اول اكلك على البروتين، ثم السلطه والخضار، والكربوهيدرات دي خليها اخر حاجه في وجبتك، او ممكن على فطارك وانت قاعده معاهم تاكلي حاجات خفيفه وبعد شويه كلي تاني عادي جدا. الاكل يكون بالراحه والمضغ يكون كويس وعلى فتره طويله عشان تدي فرصه للمعده انها تستقبل الاكل على مراحل، عشان ما نديهاش الصدمه تبدا تستوعب انها بدات تشتغل بعد فتره الصيام الطويله. ده زي ما قلت لك هيقلل من انتفاخاتك والغازات اللي حاسه بيها، وفي النهايه جسمك اصلا بيحتاج اكلك بكميات معينه، هياخد شويه الحاجات اللي محتاجها ويستفيد منها، والباقي هيخزنه كدهون، الدهون اللي انت مش حباها اللي هتزود وزنك بعد كده. عشان كده مش عايزك تقلقي انك تاكلي كميه اقل من اللي انت محتاجاها. الاكل والغدا مش بالكميه، الاكل بيكون بالعناصر الغذائيه المتوازنه. فوانت بتحضري السفره ركزي بس على اللي انت هتستفادي بيه من غير مبالغه، عشان تحافظي على جهازك الهضمي وتحافظي على وزنك. وكل سنه وانت طيبين.